الحكايه على حكايه مهمه جدا، ان المغرب كانت تقدر تحقق بطولات دوري ابطال افريقيا اكتر من العدد اللي موجود، وانه فتره من الزمن كان المغرب فيها كمنتخب قوي جدا، لكن لسوء حظ الفرق المغربيه كان في اشكاليه فيما يخص دوري ابطال افريقيا. هل التاريخ كان هيتغير؟ كان التاريخ ممكن يتغير، خاصة مع الفرق المغربية والفرق الجزائرية. لأن أنت بتتكلم على المغرب، كانت أول مشاركة للمغرب من عن طريق فريق كان الجيش الملكي المغربي بقيادة نجمهم الأسطوري إدريس باموس في بطولة 68 اللي خسر في المغرب سواء الرجاء او الوداد او الجيش الملكي، قدرت الثلاث فرق تاخد دوري ابطال افريقيا، ومن حيث العدد مقارنه بالباقي غير مصر طبعا تفوق مغربي بعض الشيء. لكن قبل الهوا دكتور عادل حكى لي على حكايه مهمه جدا، ان المغرب كانت تقدر تحقق بطولات دوري ابطال افريقيا اكتر من العدد اللي موجود، وانه فتره من الزمن كان المغرب فيها كمنتخب قوي جدا، لكن لسوء حظ الفرق المغربيه كان في اشكاليه فيما يخص دوري ابطال افريقيا. هل التاريخ كان هيتغير؟ كان التاريخ ممكن يتغير، خاصة مع الفرق المغربية والفرق الجزائرية. لأن أنت بتتكلم على المغرب، كانت أول مشاركة للمغرب من عن طريق فريق كان الجيش الملكي المغربي بقيادة نجمهم الأسطوري إدريس باموس في بطولة 68 اللي خسروا فيها في المباراة قبل النهاية بطريقة غريبة جدا قصاد مازيمبي حامل اللقب، واللي حقق اللقب في 68 اتعادلوا مع مازيمبي 1-1 وجم خسروا في المغرب 3-1. بعد كده توقفت مشاركات الفرق المغربية تماما يا محمود. تخيل لحد سنة كام؟ 83. يا دين النبي، 15 سنة لا تشارك الفرق المغربية. والفترة بتاعت كان ساعتها أنا سألت يعني في صديق ليا مغربي، واحد من المهتمين بشؤون التاريخ الكرة المغربية، واحد يعني جامد جدا، يوسف بن عاشور، قال لي إن كان ساعتها كان بيخلوا الفرق المغربية هي اللي تتحمل التكلفة كاملة، وده كان بيبقى إرهاق على الفرق، فبالتالي الفرق كانت بتعزف عن المشاركة في بطولة دوري يعني الاتحاد كان عايز الأندية تتحمل كل شيء، السفر في المغرب كل شيء. أوكي. ولك أن تتخيل أن في فترة السبعينات كان العديد من الفرق اللي حققت البطولة، كان في فرق كتيرة برزت. يمكن الفرقة الوحيدة اللي في فترة السبعينات حققت البطولة 3 مرات متتالية الوداد المغربي. طب هل المغرب وقتها كمنتخب محليين أولا ولا كان في محترفين؟ كل المنتخب كان محليين، بدليل ان المغرب لما شاركت في كاس الامم الافريقيه لاول مره في تاريخها 72 في الكاميرون كان المنتخب كله محلي. صحيح خرجوا من الدور الاول بفرق الاهداف عن الكونغو برازافيل اللي حققت اللقب بعد كده، وبعد كده 76 اللقب الوحيد المغربي في كاس الامم الافريقيه في الاراضي الاثيوبيه. كل التشكيله اللي موجوده تشكيله محليه، عباره عن ايه؟ في المقام الاول مغرب فاسي، ثم الدفاع الحسن الجديدي، ثم شباب المحمدية، الوداد، الرجاء، وفي عندك كمان بس هم دول اللي متهيألي كانوا موجودين في التشكيل. مين من الفرق في المغرب في الوقت ده كان ممكن ياخد دوري ابطال افريقيا؟ يعني لو بنحط عنوان انه مين اكتر حد اتظلم من 15 سنة تقريبا المغرب ما لعبتش فيهم دوري ابطال افريقيا؟ الجيش الملكي في الفترة اللي هي كانت في نهاية الستينات كان فريق قوي جدا وكان مسيطر على البطولة المغربية في فترة الستينات. ثم ظهر الوداد 3 بطولات دوري متتالية. ثم شباب المحمدية كان فريق قوي جدا وحقق بطولة الدوري في آخر السبعينات ومطلع الثمانينات مع أحمد فراس، أول لاعب مغربي يحقق اللقب البالون دور. عندك كمان المغرب الفاسي مع كانييه المدير الفني اللي كان ليهم كتير في التشكيلة اللي حققت كأس الأمم الأفريقية 76. كان فريق قوي وقوي جدا. كان كمان عندك القنيطري، ودي كانت مدرسة قوية جدا في المغرب، قدرت انها برضو تعمل شغل جيد في الدوري المغربي. وعلى فكرة كان اول مشاركة لفريق مغربي بعد مشاركة الجيش الملكي كان عن طريق القنيطري في بطولة 83 وطلعوا من الكوارتر فاينل على ايد الضراف بطل السنغال. فكان في فرق كتيرة جدا. كانش في رجاء ووداد ساعتها بنفس القوة وبنفس الزخم؟ الرجاء بدأ يظهر قوته الفعلية من الثمانينات وانت طالع. الوداد لا، ما هو حقق 3 بطولات متتاليه في فتره السبعينات، فكان قادر انه ممكن يصنع شيء في بطوله. يعني الوداد والجيش الملكي كان ممكن يعبوا دوري ابطال افريقيا اكتر. والمغرب الفاسي لو كانت فرقه في ال 15 سنه. والمغرب الفاسي اللي حقق بطوله الدوري 4 مرات. وعايز اقول لك الجزائر نفس الوضع برضه، اتظلمت شويتين. شاركوا في اول مره سنه 70 71 عن طريق شباب بلوزداد، ثم بسبب مشكلة حصلت مع بطل السنغال ابتعدوا عن المشاركات، ولما رجعوا يشاركوا تاني أول مشاركة جزائرية الفوز باللقب مع مولودية الجزائر. ثم بعد كده بدأت تظهر شبيبة القبائل بقوتها، ثم وفاء سطيف، وبدأ يظهر الفرق الجزائرية.